كيقولوا أن أقصى إحساس هو اليتم، ولكن عمرني تخيلت أنني نعيش ووالدي مازال حيين. أنا ما كنتش غير بنتهم، كنت روحهم، ضحكتهم، فخرهم قدام الناس. كنت كنعس وأنا متأكدة أنني محظوظة، حيت بعد انتظار طويل كنت هدية من عند الله ليهم. حتى جا النهار وما كان حتى إنذار، غير صدفة صغيرة قلبت حياتي 180 درجة. معكم سناء، 24 سنة، تربيت في وسط عائلة ميسورة. حياتي كانت مثالية وبزاف ديال البنات كيحلموا يعيشوا بحالها. كنت كنلبس غير ماركات والذهب من صغري وأنا كنلبسو. قريت في أحسن المدارس، الشيفور والطوموبيل، السفر في كل عطلة كنسافروا، ما خلينا حتى مدينة وحتى الدول. أي حاجة بغيتها كتكون عندي قبل ما نطلبها كتحضر. كنت معروفة في العائلة مفشة بزاف، حيت أنا هي الوحيدة عند ماما وبابا. ماما ديما كتقول لي انتي حياتي كاملة، وبابا كان الأخ والأب والصديق والسند. ما عمرني حسيت بالنقص، بقيت عايشة مع ماما وبابا. وكنت تبعت تخصص ديال الهندسة، كملت قرايتي ونجحت وخدمت الحمد لله، ما نقصني حتى خير. الصالير ديالي كنت غير كنخبيه، حيت بابا ما كان منقص عليا والو. ديما كيقول لي خبي فلوسك وجمعيهم حتى ديري شي مشروع خاص بيك. فعلا داكشي اللي كنت كندير. دازت الايام والشهور والسنين وانا الحمد لله عايشه بخير، ناشطه فرحانه، ما ناقصني حتى خير. حتى لواحد النهار كنت رجعت بكري من الخدمه، كنت حسيت براسي عيانه شويه. دخلت بلا ما يحسوا بيا وسمعت ماما كتقول لبابا ضروري خاصها تعرف الحقيقه من عندنا قبل ما تعرفها من شي حد اخر. فسمعت هاد الهضره حسيت بالارض طارت بيا، وما عرفتش واش سمعت مزيان ولا لا. بقيت واقفه قدام الباب وقلبي كيضرب. جاوبها بابا وقال لها دابا لا، مازال ما جا الوقت المناسب. دخلت سلمت عليهم وحاولت انني ما نبين والو. مشيت لبيتي وبديت كنقلب في تصاوري انا وماما وبابا، وهنا غادي نبقى نتفكر علاش ما كاين حتى شي تصويره ديالي وانا بيبي صغيره، ولا شي تصويره ماما حامله بيا. ما عمرها عاودت لي على كيفاش داز الحمل ديالي ولا نهار اللي ولدتني فيه. بحال خالاتي كنت ديما كنسمعهم كيعاودوا على الحماله ديالهم، دازت هكا صعيبه توحموا على هادي على نهار الولاده. وانا كنت ملي كنسول ماما كتبدل الموضوع، ولكن كنت كنقول عادي، ما عمرني شكيت في شي حاجه. وهنا بديت كنحاول نسترجع كاع الذكريات والسنين اللي دازوا. وفي نفس الليله كنت دخلت لبيت ماما وبابا، كنت كنقلب في بلاكارات في واحد الخزنه كانت عندهم، كنقلب حتى لقيت واحد الملف. حليته، جبت الورق اللي فيه، بقيت كنقرا، لقيت فيه واحد السميه ديال واحد المراه ما عمرني في حياتي سمعت بيها، وكل ما اخرى اللي ما تنساتليش تبني. خرجت من بيت ماما وبابا وقلبي كيضرب. دخلت عليهم وهما جالسين في الصالون عادي بحال ما وقع والو. وقفت قدامهم وصوتي كيرجف. سولتهم وقلت لهم واش انا بنتكم؟ بقاو ساكتين. ماما تبدل اللون ديال وجهها وبابا ما قدرش يشوف لي في عينيا. عاودت سولت والدموع هابطين من عينيا. قلت لهم غير قولي لي الحقيقه، واش انا بنتكم؟ ماما بدات كتبكي وقالت لي سمحي لي. قلت لها سمحي لي علاش؟ سمحي لي على شنو؟ على 24 عام ديال الكذوب، على كل مره كنت كنقول فيها وانا مفتخره انني بنتكم الوحيده. بابا قرب لعندي وحط يدو على كتفي
وقال لي احنا ربيناك وبغيناك اكثر من اي حاجه. غوت عليه وقلت له ما تقيسنيش، جاوبني على سؤالي. قال لي احنا ماشي والديك الحقيقيين، غير ربيناك، ولكن كنبغيوك بزاف. في هاد اللحظه حسيت بركابيه خواو بيا، ما قدرش نوقف، ما متيقاش الهضره اللي كنسمع. كنقول هذا غير حلم وغادي نفيق. طحت على ركابيه في الارض، بقيت كنبكي، ماشي حيت هما ماشي والديا، ولكن حيت ما عرفاش شكون انا دابا، بنت شكون، والديا الحقيقيين فين كاينين، وعلاش خلاو عليا. ماما حاولت تعنقني وتقرب مني، ولاول مره في حياتي ما حسيتش بداك الحنان اللي كنت كنحس به من هذه 24 عام. من داك النهار دارنا ما بقاتش هي نفسها، كنعيش معاهم في نفس السقف، ولكن ما بقاش داك الاحساس الزوين. ماما ولات كتحاول تقرب مني اكثر، وبابا كل ساعه كيسول مني واش محتاجه شي حاجه، ولكن الحاجه اللي كنت محتاجاها ما كانوش يقدروا يعطوها لي. كنت باغيه نعرف انا شكون. دازوا الايام، ماما وبابا جابوا لي واحد الملف قديم وحكاو لي الحقيقه كلها، ان ماما الحقيقيه ولدتني وهي صغيره وما قدرتش تربيني بحكم الظروف ديالها، وهما تبناوني. من داك النهار ما عاودوش شافوها وما عمرها سولت فيا. بقيت كنأكد عليهم، كنقول لهم واش بصح ما عمرها عاودت سولات فيا. بقاو ساكتين وفهمت كل شي بسكاتهم. انا دابا عندي 2 امهات، وحتى وحده فيهم ما كامله، وحده ولداتني وتخلات عليا، ووحده رباتني بحب. كنوقف قدام المرايه وكنسول راسي واش غادي نكون كنشبه لماما اللي عمرني عرفتها كي دايره، ولكن كنشوف غير بنت ضايعه. سامحت والديا اللي رباوني حيت عطاوني الحب الحقيقي، ورباوني احسن تربيه، وقراوني في احسن المدارس، ولكن السؤال باقي كيقسلني كل ليله، واش ماما اللي ولدتني كتفكر فيا؟ واش الا تلاقاتني صدفه غادي تعرفني؟ عايشه بخير ومنقصني حتى خير، الا جواب واحد، شكون انا؟ يمكن شي نهار تسمع هاد القصه وتعرف انني البنت اللي تخلات عليها ومازال كتقلب عليها. انتي دابا اللي كتسمعيني كون كنتي في بلاصتي، واش غتنساي وتسدي على الموضوع وتعيشي حياتك مع والديك اللي رباوك وما نقصوا عليك حتى شي حاجه، ولا غتبقاي كتبحثي وتسولي وتعاودي حتى تلقاي امك الحقيقيه وتعرفي عليها؟ نتمنى تخليو لي الراي ديالكم، وشكرا لكم بزاف على الاستماع.